السلام عليكم محبي قصص الرعب، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. القصه ديال اليوم هي قصه محمد اللي كان خدام اساس في واحد الفيرما في الخلا. القصه ديالو بدات فاش كان غادي بحالو، حياته كانت عاديه حتى لواحد الليله من الليالي اللي تبدل فيها كل شيء. واحد صاحبه اللي كان معاه فتح ليه واحد الباب اللي ما خصوش يتحل، وراه شي حاجه اللي ما كيتقبلها لا العقل ولا المنطق. القصه ديالو فيها السحر والجن والفلوس اللي كتحط تحت المخدة، وجينيا اللي بقات تابعة حياته كاملة حتى النهار اللي قرر يتزوج. هادي ماشي خرافة، هادي حكاية اللي عاشها محمد في حياته وبقى الأثر ديالها محفور في قلبه اليوم. محمد تيقول بلي هاد القصة وقعت ملي كان عنده 15 عام، وكيف ما قلت لكم كان خدام عساس في واحد الفيرما، وتماك ترافق مع واحد السيد سميتو عزوز، كان كبر منه ب9 سنين. كانوا ديما كيسهروا بجوج على براد ديال اتاي كيتشحر على العواد، والقمرة فوق منهم، والوقت كدوز وهما مجمعين حتى لواحد الليلة عزوز بقى كيشوف في محمد واحد الشوفة في شكل، وقال ليه: شوف صاحبي، راه بغيت نوريك شي حاجة. ولكن متردد. محمد من طبيعته ما فيهش تسوال بزاف، بقى ساكت. عزوز ملي شافو ساكت شجع وقال ليه: بصراحة فكرت بزاف وقررت نكشف ليك واحد السر في حياتي، اليوم غتعرفو غير نتا. محمد كيقول بلي دخلوا الفضول وبغى يعرف شنو كاين. عزوز قال لي: نوض معايا البيت ديالي. محمد محمد استغرب، لان قال لك عزوز ما كاش من طبيعته كيدخل معاه شي حد للبيت ديالو. مشى معاه محمد لذاك البيت البسيط اللي كاين وسط الفيرما. محمد تيقول بلي البيت فيه ناموسيه وحده، بلاكار قديم، وعزوز غادي قدامه بحال اللي خايف يرجع في كلامه. وعزوز غادي قدامه حتى قرب بيه البيت ديالو. محمد تيقول بلي جلسوا فوق الكرسي، والباب كان محلول كيدخل منه واحد شويه ديال البرد. عزوز هو يقول بواحد الصوت منخفض: انا محمد راني مزوج. محمد استغرب حتى هاد المعلومه ما كانت شي حد عارفها، واللي في بالهم بلي عزوز ما مزوج، عايش غير بوحدو معاهم في ديك الفيرما. ولكن الصدمه كانت ملي كمل كلامه وقال: انا مسويش من دوك الناس اللي لتحت. محمد كيقول بلي ديك الوقيته عقلو كان صغير، ما دا ما جا بيسحب له زعما الناس اللي تحت، يعني الناس اللي ساكنين في الدوار اللي تحت منهم. ما جاش في بالو شي حاجه غريبه ولا عجيبه ولا غير مألوفه. محمد ما فهمت شي حاجه وبقى كيشوف في عزوز. عزوز شافو هكاك وهو يصفق بيديه وجهد صوته وقال: عمولة الدار، جيب لينا اتاي. تما الدنيا بردات كتر، والريح اللي دخل من الباب ولا كيرعاد العظام. وفجأة تيقول محمد بلي بان ليه واحد الخيال كحل طويل بزاف لدرجة انه ملي بغى يدخل من الباب حنا راسو، والباب كان اصلا عالي. تيقول محمد بلي داك الخيال اسود كان كيشبه بحال شي مرأة لابسة عباية سوداء وما عندهاش الملامح. محمد بقوة الصدمة بقى كيشوف بان ليه داك الكيان هاز جوج دراري صغار كحلين تا هما ومعلقين فيه، وهي براسها كانت سوداء ومغلفة بالسواد. تيقول محمد انه تماك ما بقاش عارف راسو فين، بحال الا ضربو الضوء. هو بقوة الخلعة نقص فوق عزوز وتلاحم من الشرجم وعطاها الجرة: جري يا ما تجري، جري يا ما تجري. ما بقى باغي لا خدمة لا والو. شد الطريق للدوار ديالو اللي بعيد ب3 كيلومتر، وكان الخلا والظلام وصوت الكلاب كينبحو حتى الساعة كانت تقريبا جوج ديال الليل. تيقول محمد باللي بقى غادي كيجري كي الحمق حتى قرب للدوار ويدوز محدا واحد الساقية، وهنا عاوتاني غادي تبدا المغامرة الثانية. محمد ملي كان غادي كيجري حتى كيسمع صوت ديال واحد المرا كتعيط عليه بسميتو: محمد، محمد، اجي عاوني نهز المواعن راهم تقال عليا. محمد بالظلام ما بانو ليهش ملامح ديالها، ولكن الصوت ديال هاد السيده هادي كان واضح. محمد قال في خاطرو: شكون هاد المراه هادي اللي غتخرج في هاد النصاصات ديال الليل تغسل المواعن في الساقيه؟ زاد من السرعه ديال الجري ديالو قلبو كيقول بلي كان غادي يسكت ليه بالخوف، وهي بقات من موراه كتحلف عليه باش يرجع يعاونها تغسل المواعن. محمد بالخلعه
ما بقاش حاس برجليه، كيجري وصافي حتى وصل لدارهم وجهه صفر. بدا كيدق عليهم في داك النصاصات ديال الليل. ناضت الوالده ديالو مخلوعه، قالت له اش كاينه وليدي؟ محمد ما قد يقول لها حتى شي حاجه، مشى كيجري ودخل لبيتو وسد عليه، وبقى فايق حتى الصباح حتى طلعت الشمس. محمد ما قدرش يعاود يرجع للخدمه ديالو، بقى غير في دارهم. ولا المشكله كل صباح ملي كيفيق كيلقى الفلوس تحت المخده. وواحد الليله سمع ديك المراه النت اللي سمع صوتها في الساقيه كتعيط عليه بواحد الصوت: محمد، محمد واش مازال ما غاديش تجي عندي؟ انا راني غاده للحج وغادي نجيب لك معايا المسك والبخور. وتيقول محمد باللي بصح وفعلا لغد ليه لقى المسك والبخور تحت المخده. بقى هادشي معاه تقريبا لمده 30 عام، لان تيقول محمد هاد القصه وقعت ليه ملي كان عنده 15 عام. منين دار 30 عام فكر انه يتزوج، تماك بدات هذيك الجنيه كدير ليه المشاكل. كل ما خطب شي بنت كتخلي وجهه يبان بحال شي قرد قدام الخطيبه ديالو، حتى ما كتكملش ديك الخطوبه. محمد قرر انه يفوض امر الله، وبدا كيقرا القران، كيصلي في الوقت ديالها، وكيدير الاذكار ديالو. وفعلا ربي سهل عليه وتزوج. والليله اللي كان غيتزوج فيها حلم ديك الجنيه، قالت له صافي يا محمد، راه غادي نخليك دابا تزوج وما غاديش ندير لك المشاكل. ولكن بقات تسول فيا، وفعلا بقات كتجي عنده غير في المنام مره مره. هذه هي القصه ديال محمد، اللي قال عاش فيها الرعب والخلعه ديال بصح، واللي وقعوا فيها امور غريبه. قولوا لي نتوما الا كنتو في بلاصه محمد، واش غادي تخليو العلاقه ديالكم مزيانه مع الجينيه باش تبقاو كل صباح تلقاو الفلوس تحت المخده؟ خليو لي الاراء ديالكم في كومونتير، وديروا وتابعوا الحساب ديالي باش توصلكم كل قصه جديده ان شاء الله.